مرحبا فيكم أحبائي أصدقائي وين كنتم تتابعوني. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، فيديو جديد، طبخة جديدة. وين عشاقين المقدوس يتفضلوا لعنا. اليوم رح نعمل أطيب مقدوس على طريقتي، تابعوني وبتمنى لا تنسوني. وهلا لازم نجهز حالنا ونروح على المطبخ. بالبداية نسمي بالله. عندنا هالنوع الباذنجان مثل ما شايفين كتير ظراف، قياساتهم كتير حلوة. نقيت شوي هالكمية هاي كتير صغيرة، كتير صغار. شوفوا ليها قديه حجمها. راح اعمل منه مربى باذنجان. انا عاملتها قبل هلا بقناتي، وراح احط الرابطة تحت بصندوق الوصف يلي بيحب يشوف الطريقة. مثل ما شايفين قديه الفرق بيناتهم. راح اعمل هاد مقدوس وهذه مربى، هذول نحطهم على جنب ونبلش بالمقدوس. راح نقيم هذا العمق، نقص منه الراس نبلش فيه. راح اعمل قسمين، قسم هيك وقسم راح اقيم الاخضر منه بنوب، يعني راح اعمل نوعين بطريقتين شوي مختلفتين. حابة اعطيكم المعلومات اللي عندي، وان شاء الله رح تستفادوا منها. شوفوا لي اياها هيك. رح نبلش فيه نص رح اعملها على هالشكل هذا، ونص رح اعملها على هالشكل هذا. يعني هذا اللي من قيم العمق الاخضر رح لونه شوي رح يتغير، وطبعا شي اكيد. هيك عملناهن على قسمين. رح نبلش نحطهم طنجرتين. بالبداية عندي كيس قطن، رح نحط الباذنجان بنفس الكيس. طبعا لازم يكون كتير نظيف. هاي العملية بتسهل لما منطالع الكمية الباذنجان ويلي بيتعذبوا فيها لما بفضوها من المي. هيك هالطريقة هاي كتير حلوة. إذا حبيتوها ممكن تعملوها على هالشكل هذا. طبعا لازم المي تكون مي باردة، ما يصير مي سخنة، لأنه رح يتغير ولون الباذنجان على أسود. أما إذا المي الباردة بتكون لونها فاتحة على بياض. رح نغطيهم كتير منيح. طبعا نحط عليهم تقلة. هلا نغمرهم بالمي. حطينا عليهم تقلة وبعدها نغطيهم نحطهم على جنب. هون رح نبلش نصف الباذنجان على هالشكل هاد مثل ما شايفين بالصورة. رح نبلش نصفهم. طبعا وهي كمان رح نغطيها بقطعة قماشة نظيفة لازم، ونصب عليها مي. طبعا المي لازم تكون باردة. هي نقطة كتير مهمة. إذا كمية كتيرة عندكم بس تخلصوا أو تغلي لازم تكبوا المي، تعملوها المي جديدة. طبعا إذا ما بتعملوا هيك راح يتغير لون الباذنجان. وأهم شي يكون نار عالي. إذا النار عالي قد ما كان قوي راح يطلع الباذنجان أبيض. أما إذا توطوا تحت النار تحت الطنجرة راح يتغيروا لونهم. هاي معلومة مشان تعرفوها. هلا هيك بعد ما مرور 10 دقايق طبعا على نار عالية صار لونهم على هالشكل هاد مثل ما شايفين بالصورة. رح نختبرون. طبعا إذا صار على هالشكل هاد معناته صارت جاهزة. نجهز مي كتير باردة هون، ودغري من الطنجرة وهي سخنة نحطهم من مي باردة على هالشكل هاد. طبعا لازم تكون درجة المي قد ما كانت باردة راح تاخدوا النتيجة ولا أروع مثل ما شايفين بالصورة. بس يبردوا كتير منيح راح نصفيهم نحطهم بالمصفاية ونستنى عليهم ليبردوا
تماما. هون طالعناهم حطيناهم بالمصفاية، ورح نرجع الكمية الثانية مثل ما شايفين بالصورة، وهي كمان صارت جاهزة. في شي تاني انه اذا التقلي ما كانت كتير تقيلة على الباذنجان واجوا فوق المي رح يتغير لونه شوي. هلا رح تشوفوا لانه كانت صحن كتير منا تقيلة. شوفوا لي هلا الباذنجان كيف حباتهم شوي متغيرين، وهي بتشيلوها بتحملوها على هالشكل. ها طريقة كتير حلوة بتساعد الواحد لما بيصفيها. طبعا الكمية اللي عملتها هي المصورة 5 كيلو، يعني مقدار 5 كيلو عطيتكم اياه. اذا عملتوا كمية اكتر لازم كل ما تغلوا المي بتفضوها وبتحطوا لها جديد. اذا حابين اللونة بتضل فاتحة. هلا راح نفضي الكيس وشوفوا لي اياه. شوفوا كم حبة كيف متغيرين، لانه هدول ارتفعوا لفوق المي ما كانت تقلي عليهم لهيك. مشان تنتبهوا لهالنقطة هاي. رح نستنى عليهم ليبردوا كتير منيح، وبعدها كمان رح نصفيهم. شوفوا لي اياها. هلا هون رح نشيل العمق منها، وشوفوا لي اياها البياض كيف بتجنن. يعني الباذنجان كتير حلوة طالعة. هالطريقة هي هيك، والطريقة الثانية حسب ما انتو بتحبوا. يعني حبيت اعمل الطريقتين وتستفادوا منه. رح انضفهم هيك، وبعدها راح أصفي بقية الباذنجان. وحبيت أشكر كل من انضم إلى قناتي جديد، وأهلا وسهلا فيكم بيناتنا. وإن شاء الله راح نكبرها معكم أكتر وأكتر. وبشكر كل واحد عم يدعمني. بشكركم جميعا القديم والجديد، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعوني. تحياتي لكم جميعا. هلا هون مثل ما شايفين بالصورة راح حط شوية ملح. يعني حابين إذا تحبون فيكم تعملوها بالسكين على هالشكل هاد، أو فيكم تعملوه بأصبعتكم، ما بدها شي، لأنه طريقة كتير سهلة. وبتحطوا مقدار شوية ملح وبتنزلوها على المصفاية مثل ما شايفين. رح نبلشهم رح نبلش فيهم على هالشكل هاد. نملحهم طبعا، لا تكتروا زيادة ولا يكونوا منن مالحين. رح نحط عليهم تقلة. طبعا التقلة لازم ما يكون قوية بالبداية مثل ما شايفين بالصورة. رح اخد تقلة شوي خفيفة، ما تحطوا دغري تقلي عليها بنوب بنوب. ضليت شي 5 ساعات وبعدها شلتها. حطيت انا رح نحتاج على قطعة قماش كتير نظيفة. رح نحطهم على الباذنجان ونحط تقلي اكبر منها شوي. يعني دغري لا تحطوا شي تقيل عليها لما بيصير لبين ما تنزل شوي المي. بعدين شوفوا لي اياها، هي تقلي اكبر حطيت عليها. طبعا والمي رح تنزل من المصفاية. رح نستنى هيك لتاني يوم. طبعا مثل ما شايفين نازلة مي، بس هذا القماش لازم تغيروه. ما بيضل كل يوم لازم يتغير هذا القطعة القماشة. شوفوا لي اياها. هلا هيك صاروا ونشفانين على هالشكل هاد. بعد يومين راح اقلبهم كلهم، يعني كل فترة عم بقلبهم على الجهة الثانية وما بخليهم، وحط عليها القماشة. دائما بغيرهم، ما بخلي نفس القماشة بتضل عليها. وبغطيهم مرة تانية وبحط تقلي اكتر. يعني قد ما كانت تقيلة راح تنزل المي اكتر. وانا بحط المروحة كمان قدامها. هاي كتير بتساعد على انه ينشفوا بسرعة. هلا هون عندي الجوز عندي تقريبا هون 600 جرام. كل 5 كيلو بدها نص كيلو جوز، بس هاي كان 600 جرام.
مشان تعرفوا. والفليفلة بدها 2.5 كيلو، يعني ل5 كيلو بدها 2.5 كيلو. فيكن تكتروا اكتر وفيكن تنقصوا، هاد حسب ما انتو بتحبوا. شوفوا لي هلا رح اكسرها على ايدي، يعني لا بحطها بالفرامة ولا بحطها انا بحب اكسر الجوز هيك بيضلوا قطع كبيرة، وانا بحب هالطريقة هي اكتر شي. طبعا فيكن تحطوها بمحضرة الطعام، بس انا بلاقيها هيك اطيب، وحسب ما انتو بتحب فيكن تفرموها. هاي الكمية نحطها على جنب. وحبيت اعمل شوية فستق سوداني كمان، يلي ما يحب الجوز عملت كمية نصهم هيك كمان. مثل ما شايفين هاد حطيته بمحضرة الطعام، وضلوا كم حبة هيك كبار بكسرهم على ايدي، لانه بتفرم كتير بضلوا ناعمين كتير وخشنين. بصراحة ما بحب افرم على محضرة الطعام، لهيك ضلت الجوز عملته على ايدي، وهذا عملته على الشكل هذا. طبعا هون عاملة دبسة فليفلة على ايدي، طبعا كتير طيبة، وعاملتها ومصورتها. رح حط الرابطة بصندوق الوصف، وبتمنى رح يعجبكم. طبعا هي الطريقة اللي بعملتها بالبيت، وانا رح اعمل نصها بنفس المحمرة هي، والنص الثاني بعدين رح اخبركم. هلا هون عندي الفستق. طبعا هون ما رح انزل الملح بنوب، لانه الفستق شوي مالحين صراحة، ما توفر عندي مانو المالحين. ما رح احط الملح بنوب، لانه اللبس الفليفلة كمان مالحة. بنوب ما رح احط. هون رح احط غير الثوم، رح اخلطهم كتير منيح. طبعا هاد كمان بيطلع كتير طيب، يلي ما يحب الجوز رح يحب الفستق اكتر، فحبيت اعمل النوعين واصورها معكم مشان تستفادوا. هلا صاروا جاهزين، رح نغطيهم ونحطهم على جنب. هلا رجعنا لهون. مثل ما شايفين كنت بغير القماشة فوق الباذنجان دايما، وهلا مثل ما شايفين بالصورة نشفانين، ما فيهم مي بنوب. قد ما نشفتوها رح تاخدوا اطيب طعم. هلا رح احط قطعة قماشة نظيفة، وبقطعة شاش او محارم المطبخ تمسحوا فيها مرة تانية. لو نشفانين بتعملوا هالخطوة هاي. رح ابلش هيك انشفهم على هالشكل هاد، وبعدها بفردهم وبشغل المروحة قدامهم. هلا رح اخدهم قدام المروحة مشان يتهووا شوي، هيك رح تاخدوا احلى نتيجة. عندي هون الفليفلة 1.5 كيلو. مثل ما شايفين رح ابلش انظفهم من البذور تبعها مشان نحطها بين الجوز، لانه حبيت اعمل الطريقتين. بعد ما ننظفهم رح نفرمهم. فيكن تفرموها على ايدكم، وفيكن تحطوها محضرة الطعام او ماكينة اللحمة، يعني اي طريقة بتحبوها فيكن تفرموها. طبعا اذا كان في شمس ونحطها يوم كامل قدام الشمس، وبعد ما ينشفوا شوي نحطها بفرامة اللحمة، هيك بتنشف المي تبعها وبتطلع طيبة. بس للأسف أنا ما عندي هون هذا الشمس اللي عم بحكي عنه، لهيك دغري رح اشتغل فيهم وما بخلي ولا بستنى. هون مثل ما شايفين رح افرمهم هيك، يعني لما تحطوها على الشمس لازم يكون الجهة لفوق، وبيستنوا عليه شوي يوم او يومين، او قدام المروحة كمان فيكم تعملوه. بس انا لا، دغري حطيتها بفرامة اللحمة مثل ما شايفين، وراح افرمهم. طبعا لازم يكون العيارة اكبر شي،
الفرامة شوفوا لي اياها، هي بتطلع مي اكتر من محضرة الطعام. صراحة محضرة الطعام كتير لذيذة، يعني واحد لما بيفرمها ما بطلع مي مثل الفرامة اللحمة. مثل ما شايفين راح تخلص من المي، لازم اتخلص من المي بنوب، ما بخليها بنوب بنوب. مثل ما شايفين بالصورة راح اتخلص منها. هون الجوز راح انزل عليه الفليفلة اللي صفيناها من المي طبعا، وراح نحتاج راسين توم، وكمان راح نحتاج ملح، لانه هون لا الجوز مالح ولا الفليفلة، لازم نحط عليه شوية ملح، وهاد حسب ما انتو بتحبوا. هلا هون نزلنا وحطينا الملح وراح نخلطهم كتير منيح، وهي كمان صارت جاهزة. يعني فيكن قبل بليلة كمان تسووا يعني تجهزوها، وفيكن دغري بتشتغلوا فيها، قصدي الحشوة. مثل ما شايفين هلا راح اغطيها واستنى عليهم شوي، وبعدها برجع لكم. هون رجعنا، هذا تبع الفستة كيف يعني اللون شوي احمر غامق، وهذا اللي عملناه في الفليل بيكون فاتح. الفرق بيناتهم بس لما بنعمل المكدوس بيطلع شوي يعني زيت غامق ولون اغمق اللي بنعملها بالمحمرة، هذا الفرق فقط لا غير. هلا راح نبلش نحشيه، وهاد كمان حسب ما انتو بتحبوا، هاد بيرجع لكم، فيكم تحشوه زيادة شوي، يعني حسب ما انتو بتحبوا تحشوه الكمية اللي بدكن اياها. والطعمة بتختلف طبعا، الجوز والفستق كل طعمة شكل، اما الطريقة نفس الطريقة، ما في فرق بيناتهم غير الطعمة، يعني قصدي لما بنشتغلها بنفس الشي. هلا راح نبلش نحشيهم على شكل هاد. بتمنى لا تنسوني دعوة حلوة وتحطوا لي لايك إذا شفتوني مستاهلة، لأنه بتحب كتير بعطيكم صورة حلوة وعم تتفرجوا علي. انتو كمان فرحوني بكومنت كلمة حلوة منكم، وبشكركم جميعا فردا فردا. هلا رح بلش فيهم على شكل هاد. عندي مرطبان لازم يكون نظيف كتير، غاسلته وناشفته. هلا رح نصفي المكدوس. طبعا انا بعطي الوش لبرا، تعطي هيك شكل حلو. انا بصفتهم على هالشكل هاد، يعني مثل ما شايفين بالصورة، لا تضغطوا عليه كتير، يعني مثل ما شايفين انا شوي ايدي، يعني لانه قد ما ضغطوه بعدين راح تسحب الزيت وهيك بتغلبكم بترتفع. وفي نقطة كتير ضرورية، انا بحط يعني بخلي الربع المرطبان فاضي ما بعبيه، لانه الزيت هيك وهيك رح يرتفع. الباذنجان بس يسحب الزيت يرتفع لفوق، اما اذا كانوا هيك ناقصين ما بتعذبوا فيها بنوب. بلشنا بالفستق كمان على هالشكلات، نفس الشي رح نبلش فيهم نحشيهم ونصفتهم على نفس العملية مثل ما شايفين. هي كمان عملناهم بنفس الطريقة. كمان رح نصفتهم بنفس الشكل. شوفوا لي اياها وانتوا احكموا، ما بتستاهل كلمة حلوة. وشكرا لكم جميعا. وهي النتيجة.
هلا هون رح احط عليها زيت الزيتون. انا بخلط زيت الزيتون مع زيت عباد الشمس، يعني ما بخلي كلها زيت الزيتون، بتكون ثقيلة كتير. انا بلاقيها هيك اخف، وانتو حسب ما بتحبوا، هاد بيرجع لكم. انا حطيت نص ونص وبستنى عليها، بسكرون شي 10-15 يوم. راح ارجع لكم مرة تانية. شوفوا قديه ناقص منا زيت هون. بعد مرور 10 ايام شوفوا لي اياها كيف ارتفعوا الباذنجان. بس اللون الزيت انا مثل ما قلت لكم، هاد اللي عملتها من الفليفلة، شوفوا لي اياها، وهذا اللي عملتها من المحمرة، فقط اللون شوي بتغير. ولو تشموا ريحة بتجنن، ريحتها فوق ما بتتصوروا. وشوفوا يا عيني على اللون ولا احلى. شوفوا البياض. راح انزل اورجيكم اياها. هاي هي. راح انزل الفستق والجوز. هي النتيجة مثل مو شايفين. هيك أحبائي بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بتمنى قدمت شي يفيدكم ونالت إعجابكم. إن شاء الله راح نلتقي عن قريب فيديو جديد وطبخة جديدة بإذن الله. هلا راح أورجيكم النتيجة الأخيرة وراح أودعكم. شوفوا لي إياها. هي نتيجتها. هذا الفستق وهذا الجوز، وراح ندوقهم كيف دايبين ذوب. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة. دمتم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم.